السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعين الرياضة المصرية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة. أخبارنا الرياضية مليئة بالأحداث والمفاجآت والكواليس والأسرار. لكن قبل المتابعة لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يلا بينا نروح للأحداث الرياضية. أول خبر معانا، الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. بيستأنف فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم الجمعة باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب. وبدأ كولر دراسة مباراة فريق أوكلاند سيتي للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف قبل ملاقاته في افتتاح مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وكونها أهم مباراة في البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره في المونديال. احنا عارفين أن كرة نهائيات كأس العالم للأندية حطت النادي الأهلي في مواجهة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمباراة كانت في أول فبراير المقبل. ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، الثالثة على التوالي. وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ مسابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و13 و2021. وكانت أفضل نتائج النادي الأهلي في المونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات: أعوام 2006 في اليابان، 2020 في قطر، و2021 في الإمارات. معلول بينتظم في مران الأهلي، وكريم فؤاد يبدأ جلسات العلاج الطبيعي. عاد فريق النادي الأهلي للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة. وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في صالة الجيم، ثم أدوا بقية الفقرات الخططية بالملعب. الظهير الأيسر التونسي علي معلول انتظم في مران المقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وعاد معلول المشاركة في التدريبات بعدما قام الجهاز الفني بمنح الراحة عقب الفوز 3-0 على الزمالك في الجولة ال14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. قائمة النادي الأهلي المبدئية المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية في المغرب: حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي حمزة علاء. خط الدفاع علي معلول محمد هاني خالد عبد الفتاح ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمود متولي محمد عبد المنعم. أما خط الوسط مروان عطية أبو ديانج حمدي فتحي عمرو السليمي برونو سافيو محمد مجدي قفشة طاهر محمد طاهر أحمد عبد القادر وحسين الشحات. في خط الهجوم محمود كهربا بيرسي تاو محمد شريف وشادي حسين. ودي القائمة المبدئية الأولية، ممكن ينضم ليهم ناس إن شاء الله في المستقبل. القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب إن شاء الله هتنقل منافسات البطولة. القناة المغربية الرياضية دي مفتوحة على النايل سات مباشرة، بالإضافة إلى قنوات بين سبورت القطرية وشبكة قنوات SSC الرياضية السعودية. نتمنى مشاهدة ممتعة للجمهور الرياضة بصفة عامة. طارق دياب الخطيب من أنجح رؤساء الأندية في الوطن العربي، وكريستو محظوظ بالانضمام للأهلي. أكد الكابتن طارق دياب لاعب منتخب تونس الأسبق أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي أصبح أسطورة وقدوة للاعبين التونسيين، مشيرا إلى أن محمد الضاوي محظوظ بانتقاله للقلعة الحمراء. وقال كمان طارق دياب يجب أن يدخل الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بطموحات المنافسة على اللقب حتى ولو كان ريال مدريد في طريقه. وقال كمان طارق دياب الكرة الأفريقية والعربية بها أساطير مثل محمود الخطيب في مصر ورابح ماجر في الجزائر، يجب أن يحظوا بالتقدير الذي يناسب قيمتهم. واختتم طارق دياب بيقول محمود الخطيب من أنجح وأفضل رؤساء الأندية في أفريقيا والوطن العربي. فيريرا في رسالة مؤثرة للجماهير: حان وقت الوداع وأتمنى التوفيق للزمالك. ودع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بعدما تمت إقالته من منصبه وتعيين أسامة نبيه بدلا منه بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة. وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي على انستغرام: لقد حان الوقت لنقول وداعا. استغرق الأمر 11 شهرا من العمل الشاق
وخضت 52 مباراة وفزت بلقب الدوري والكاس. وأضاف فيريرا: كنت أود أن أفوز بالكثير، لكن في كرة القدم لا يمكنك ضمان أي شيء. أود أن أشكر جميع الموظفين المحترفين في كرة القدم والطواقم الطبية والإدارية في النادي. وقال كمان فيريرا: أتمنى انتصارات كثيرة للنادي والمشجعين الذين أحملهم في قلبي لكل الدعم والمودة التي كانوا يحظون بها دائما معي في عام 2015 وخلال هذا الموسم. أتمنى التوفيق للزمالك في الوقت القادم. الخبر ده عكس الخبر اللي فات. تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة نادي الزمالك. الونش لفيريرا: شكرا يا بروفيسير، تعلمت منك الكثير داخل وخارج الملعب. شيكابالا: فيريرا سيظل أسطورة الزمالك وانتشلنا من الصفر للبطولة. طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال. أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الجمعة مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول أمام شباب بلوزداد. واختار الكاف طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك وبلوزداد، في حين تم اختيار الجنوب أفريقي جوسو روبرتو منسقا عاما للمباراة. ويراقب الحكام بادارة بياتا من السنغال، بالإضافة إلى الكاميروني ندوة كريستيان منسق أمني. ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا واللي بتضم شباب بلوزداد والترجي التونسي والمريخ السوداني. تصريح للغندور بيقول شوية مجاملات. رسالة غاضبة من خالد الغندور بيقول شوية مجاملات. الإعلامي خالد الغندور بيوجه رسالة شديدة اللهجة معلنا بها جمهوره على حسابه الشخصي فيسبوك. وكتب الغندور: قال الناس كتير بتتكلم عن الإعلام الرياضي والوسط الرياضي. روحوا الأول اعملوا نظام محترم للدوري، واعدلوا بين جميع الأندية، واصنعوا مخرجين ومعلقين محايدين ومراقبين ويراقبوا المباريات مش شوية مجاملات، وعاقبوا المخطئ مش على حساب الرأي العام. وعينوا مسؤولين ما عندهمش تضارب مصالح أو كانوا شغالين في أندية وليهم حسابات في اتخاذ أي قرار. وقال كمان: اجعلوا الأندية تلعب زي بعض في كل الملاعب، ورجعوا الجمهور للملاعب عشان هو ده طعم كرة القدم الحقيقي. واهتموا بالمنتخبات أكتر من الأندية، وعينوا مدربين بالكفاءات مش بالواسطة أو عن طريق وكلاء اللاعبين. نسيت أقول لكم: طارق العشري راح فاركو، وأحمد سامي راح سموحة، وبابا فاسيليوس راح البنك الأهلي. ده كان تصريح من خالد الغندور نجم نادي الزمالك. موسيماني: الأهلي والوداد قريبان من قلبي وأتمنى التوفيق لهما في مونديال الأندية. عبر بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن دعمه للفريق الأحمر والوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية. وبيشارك النادي الأهلي والوداد في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل. ونشر موسيماني مدرب الأهلي السعودي الحالي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ألفيا، الأهلي والوداد فريقان ناجحان قريبان من قلبي. شعرت بالدفء والقرب في التعامل مع رئيسي ومشجعي هذين الناديين العملاقيين. وقال كمان: أتمنى لهم التوفيق وأثق في قدراتهما على العودة بالميداليات إلى الوطن. خلصت أخبارنا الرياضية. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.